ازيكم يا جماعه؟ موعد مع التاريخ. ملعب سبوتيفاي كامب نو. سبوتيفاي ده الراعي، اسمه بيتحط الاول على الاستاد، شبه كده فودافون الاهلي ان شاء الله 2029. استاد الكامب نو هيستضيف ماتش تاريخي. اول فريق افريقي وفريق عربي هيلاعب برشلونه في كاس جمبر، اللي بيعتبروها مهمه جدا عند جمهور برشلونه. السويسري اللي اسس نادي ذكرى السويسري اللي اسس نادي برشلونه، ذكرى تاسيس نادي برشلونه، اللي بيقدموا فيها الصفقات الجديده اللي ممكن حضرتك تشوف فيها بدري مثلا، انت فاهم؟ وهتشوف فيها اللعيبه الجديده كلها لبرشلونه في استاد ان شاء الله يكون مليان على اخره. وهتبقى مباراه للتاريخ، موعد مع التاريخ. نتيجه الماتش ملهاش علاقه بالموسم نهائي، ولا حد يلعب في دماغك. ليه بقى؟ لان عموته لسه بيجرب، ها، وهانز فليك برضه بيجرب. سواء خسرنا او اتهزمنا او اتقطعنا مش هتفرق. انت لعبت مع برشلونه قبل كده ماتشين، الماتشين وديين. جيل ابو تريكه اترزع 4 في استاد القاهره في مئويه النادي الاهلي، عادي جدا. فانت لو خسرت سكور عادي جدا، عشان ما يطلعش حد يحرق دمك يغلس عليك. انت بتلعب فرقه شياطين. ويا حمزه عبد الكريم اوعى تاكل ابوك يا ابني، اوعى يا حمزه. وان كان يعني عشان ما ابقاش كذاب، امنياتي في السيناريو اللي انا اتخيله الاهلي يكسب وبرشلونه يجيب جوان، واللي يجيبها حمزه. انتوا فاهمين؟ لان انا يعني انا جيل الثمانينات، حبي للمنتخب عامه اعلى من حبي للاهلي. وحبي للاهلي بدافع دعم المنتخب، لان الاهلي انجح حاجه في الرياضه المصريه، ولما بينجح المنتخب بينجح. وبالتالي احنا خسرنا مرتين، والمرتين خسرنا 4. المره الثانيه جبت 4-1، كان جاب الجون ايه؟ هاني العجيزي او كريستيانو رونالدو. كانوا بيشبهوه بكريستيانو رونالدو اياميها. وميسي احمد السيد دخل فيه شمال، ومعتز اينو دخل فيه شمال، حاجه كده شبه لقطه ياسر ابراهيم مع ميسي. وبالتالي الماتش ده هيبقى للتاريخ. اول فريق عربي وافريقي هيلاعب برشلونه هناك. الخطه ايه؟ معرفش، لان احنا لسه ما شفناش عموته، والراجل مقفل كانه هو سر حربي. ما شفناش اي حاجه، ما شفناش الا لقطه الجون اللي دخل في الماتش الاخير من ورا عمرو الجزار، وربنا يستر من الدفاع بتاعنا. قبل ماتش برشلونه تم الاعلان عن صفقه اخيره غير متوقعه في في الساعات والدقائق الاخيره، صفقه محمد عبد الناصر. انا ما اعرفش يا حبيبي الواد ده، لكن لما اتفرجت على لقطات ليه والكلام اللي اتقال عليه ان هو خليفه ابو تريكه الجديد. طب ما هم قالوا على محمود صالح خليفه ابو تريكه وخليفه امام عاشور، ما نعرفش. انا ما اعرفش. الاهلي جايب لعيبه صغيرين كتير، هل هيلعبوا؟ ما هو قبل كده جاب صفقه كده مره عمار حمدي على مش عارف مين، واكرم توفيق، ما طلعش منهم في الاخر الا اكرم توفيق. وانتوا شايفين اكرم توفيق فنيا هو مش لعيب كوره جامد كويري يعني، لكنه لاعب مقاتل، والمدربين دايما بيحبوا اللعيبه دي. وتقريبا هو بيقوم بدور اليو ديانج، اللي ما كانش يتفوق على اكرم توفيق الا في حته ان هو بيقطع الخطوط بسرعه، لانه كان لاعب سريع جدا. انما مهاريا عايز اقول لك ان اكرم احرف منه. تهديفيا اكرم بيجيب جوان اكتر منه، وشفنا الجون اللي جابه في العين وكذا جون لما كان مع الجونه وهكذا. وبالتالي بالتوفيق للاهلي. طب ايه التشكيل؟ انما الاهلي ايه المتوقع يلعبه؟ ما نعرفش، لان احنا لسه ما شفناش عموته. ولكن لو هتسالني انا ايه رايك؟ قال بقى هنلعب 4-1-2، 4 4-2-3-1 او 4-3-3 اللي بنلعب بيها اخر سنتين ثلاثه. لكن الادوار هي المشكله، والتغطيه الدفاعيه هي المشكله الاكبر، وكبر سن الجناحات اللي ما بيرجعوش يدافعوا هي دي المشكله الاكبر والاخطر. فتوقعاتي انا او تمنياتي انا يلعب بشوبير، وان كان بيتقال ان هو متالق جدا، لكن يلعب بشوبير، محمد هاني، هادي رياض، ياسر ابراهيم. ناحيه الشمال يلعب بكوكا. اتمنى ان هو يلعب بكريم الدبيس في الدوري، لكن ماتش شبه ده يلعب بكوكا. يلعب في نص الملعب طبعا مروان عطيه، ويلعب بثمانيتين علي محمود وزيزو، او هيلعب بستتين مروان عطيه. ومين السته الثانيه؟ اكرم توفيق لو جاهز بدنيا، وقدامهم زيزو، لان امام عاشور ما اعتقدش ان هو لحق يخف، وما عندهوش شد في عضله الATM، لان هو جاي له مزق في العضله الخلفيه او الضمه، ودي بتاخد وقت طويل، شهر ونص. وما اعتقدش ان عدى شهر ونص على ماتش الارجنتين، وما اعتقدش ان هو خد تاهيل ولا لعب ماتشات وديه، لكنه من اول يوم في تجمع اللعيبه الدوليين موجود يا حبيبي في المعسكر. فما تزيدش، ما تزيدش لحد ما يمشي. اهدى يا حبيبي على رزقك، هيجي لك في الاخر لو مشى دلوقتي. اهدى على رزقك. يلعب في خط النص زي ما قلت لك. تاني
شوبير، هاني، هادي رياض، ياسر ابراهيم، كوكا يلعب في نص الملعب، مروان عطيه، ويلعب باكرم توفيق، وقدامهم زيزو يلعب ناحيه اليمين. انا اتمنى يلعب بحسين الشحات، لكن ممكن يلعب بمنصف بو قرار او سفيان بو قرار حسب راي كابتن شادي عيسى. منصف بو قرار ناحيه اليمين، هو بيلعب وينج، وسفيان بن جديد ده مهاجم، وناحيه الشمال طبعا اشرف بن شرقي. عندك بقى اوراق بره شبه طاهر محمد طاهر، عندك حسين الشحات، عندك محمد عبد الله، عندك عمر سيد معوض، عندك لعيبه كتير تقدر تعمل عليهم. عندك كريم فؤاد ممكن تلعب بيه باك شمال، اعتقد ان هو برده ممكن نتفاجئ بيه. في لعيبه جديده جت شبه اسمه ايه ده، توفيق محمد ما لحقش ينضم يلعب للفريق، اتمنى يبقى هو باك الاهلي الشمال الرئيسي، لان هو لاعب كويس جدا، لعيب روحه قتاليه جدا. ممكن ما يبقاش شبه علي معلول مهريا ولا شبه بن عمري مهريا، لكن هيفيدك جامد في المستقبل. ممكن يلعب بثمانيتين ويفاجئنا، لكن هتعمل ايه في الضغط على المنافس؟ يعني يلعب بزيزو ويلعب بعلي محمود، لاعب انبي، اللاعب الحريف جدا بينقل الكرة جدا، وهو نشوف حد غير امام عاشور احتياطي. لو امام عاشور فلسع، وممكن يفلسع، ممكن يفلسع امام عاشور اللي عمالين كل شويه يعايرونا بيه، وهو عندك كان بيشتمني. طب هو كان بيشتمني عشان كان في بيئه واطيه، انا ذنبي ايه؟ ورغم ذلك انت طلعت دافعت عنه وهو عندك، ورغم ذلك انا وقفته لك 10 ماتشات يا باشا وهو عندك. يعني انا خدت حقي منه وهو عندك لما قل ادبه، لان هو تربيتك، وانت ساعتها كنت طالع بتدافع عنه وبتقول هو ما شتمش يا ريس. انا فاكر خالد الغندور كتب تويته وقال ايش عرفك بقى ان الفيديو ده مش متركب؟ ودلوقتي بيفتخروا بشتمته، وهم هيموتوا علشان يرجع، علشان يكمل السيمفونيه ويغنوا عليه الله شبه شيكابالا، عائله صالح كذا كذا، والاهلاويه ولاد كذا، وينط يلا وهي هي ابطال عالمين يا معرعرين. هم عايزين امام عشان كده، والله ما عشان الكوره. وطبعا هيبقى احسن لاعب كوره في مصر يعني لما يروح لهم بقى وعنده 30 سنه، يكون بقى محمود صالح كبر، وعلي محمود سخن، ويعني شوف، ومحمد عبد الله تقل، فالاهلي يا باشا بمن حضر الحاجات اللي بتغيظهم. مثلا عندهم واحد اسمه مصطفى الفخراني، ده اللي عمل صفحه ايطاليان زملكاوي والمختلط والغرزه وكل الحاجات الجميله دي، بيطلع خزعبلات وبيكذب اكاذيب، وبيقول حاجات حصلت في التسعينات والثمانينات، وحظه المنيل ان انا حضرتها وبخش ارد عليه في صفحته، وزي البيبي ما بيعرفش يرد، ولو ما بيستجري ان هو يرد بيتلسع يا باشا فوق دماغه، بيتلسع فوق دماغه. ونصيحه لجمهور نادي الزمالك، ما تتفرجش على ماتش برشلونه، ما تعكننش نفسك. لو الاهلي لعب حلو هتتعكنن، ولو الاهلي خسر من برشلونه، ما انا برضه هرد عليك واقول لك انت امتى لعبت فرقه شبه برشلونه ولا ريال مدريد؟ هتتعكنن برضه. انت ما بتعرفش تكسبني انا بالكلام، كل اللمضه اللي انت فيها دي بسبب الحقد والغل اللي جواك، بتاخد فوق دماغك في الاخر، فبتتعكنن. تعكنن نفسك ليه وانا لابس التيشيرت الجديد شبه الاطفال؟ راح اتصور في اديداس مع التيشيرت الجديد، اضطريت اجيبه اصلي لان ما لقيتش مقاسي مضروب، لان انا هرجع امريكا قريب وعايز اجيبه هنا من مصر، لسه ما نزلش يعني في النسخ الهاي كوبي، فاضطريت ان انا اجيبه اصلي، لقيته مقاسي. يا اخي سبحان الله، المقاسات متظبطه في الاصلي، انما ليه مضروبه في الهاي كوبي؟ المفروض يراعوا الحاجات دي. بس طبعا الخامه الاصليه احسن بكتير، وتحس ان انا شبه الاطفال. يعني بص، واحد وصل لسن ايه، شبه الاطفال اللي هو بيجيب تيشيرت الاهلي من وهو صغير. سبحان الله، يعني نادي غير عادي، وفي اقبال بسم الله ما شاء الله على التيشيرت، وناس بتدفع فلوس عشان تجيبه، وبيجيبوا هاي كابي وبيجيبوا محلات، وورينا فرق التسويق وفرق الشعبيه الرهيب. فرق الشعبيه الرهيب يا باشا، انا فرق الشعبيه الرهيب ما بيني وما بينك، ما بيني وما بينك، بس انت اخد الاعلام، سايبين لك الاعلام. عشان كده ما فيش كلام على عبد الله اللي رماك، كل الكلام على امام عاشور، كل الكلام على امام عاشور، انت فاهم؟ انما عبد الله السعيد اللي بهدلك واجبرك وطلع تشتغلنا وتقول هنعمل غرامه 2 مليون، يا جدع بقى انت هتشتغلنا بقى؟ انت عايز تكتب اي حاجه وخلاص، واستجاب لضغط جمهور الزمالك واعتذر. فين اعتذر؟ فين؟ مفيش اي اعتذار حضرتك. عبد الله سعيد تحط له كاشات هيشتغل على طول، شبه الكاسيت بتاع زمان، زيو يسف، اللي هو مش هيعمل حاجه. 41 سنه بابا جده، مع احترامي لتاريخه الكبير، على فكره لعيب فنيا عظيم جدا، ممكن ما احبش شكلا طريقه لعبه، لكن اللي يقول حاجه غير ان هو لعيب كبير يبقى ما بيفهمش كوره. يعني طبعا هتكلمني على شيكابالا، انا اقول لك عادي، صدقني
وممكن اثبتها لك بس مش وقته. انما عبد الله لعيب كبير، مش عشان لعب في الاهلي، عشان هو رقميا والادوار اللي بيقوم فيها في الملعب لعيب كبير. وبالتالي ما يعني ايه، احنا لازم نكون منصفين. طيب فين بيزيرا؟ اين بيزيرا؟ فين بيزيرا؟ ولو كان بيزيرا ده في الاهلي، اين الفضايح اللي بيطلعها تامر عبد الحميد؟ فين؟ ما بتطلعش في الاعلام ليه؟ الاعلام ليه ما بيتكلمش على فضايح الزمالك المنسيه؟ شبه ما طلع هاني زاده من فتره وقال لك وانا في منطقه الجيزه كنت بخدم الزمالك وبأيد لعيبه. ليه ما طلعش هاني حتحوت يعلق على الكلام ده؟ انما لما حد بيفسي في الاهلي، يا لهوي يا لهوي يا باشا، طبعا لان الاهلي شعبيته كبيره الناس هتهتم. انما الزمالك كل يوم امام عاشور امام عاشور امام عاشور، تحس ان العقل الجمعي عند الزملكاويه شغال على حته امام نضغط. احنا عارفين ان الاهلاويه هيتخنقوا، فدلوقتي انت ايه بقى؟ حتى كمان هم على فكره بينجحوا في الشر، هم بسم الله ما شاء الله اذكياء في الغباء. متخيلين ان لما امام يرجع لهم كده اوه اخدوا بونت وانتصروا؟ يا ابني طب في الكوره ايه اللي هيحصل؟ يعني ككوره ما انت عارف لو انا خدت البطوله، ما امام ده كان موجود عندك لما اترزعت الخمسه وكان بيلعب، كان موجود عندك لما شلت القضيه، يعني ما انا خدت الدوريات وهو عندك، وكان اصغر من كده، وكان بتقولوا زملكاوي بيموت في الزمالك، واه كروة سود عاملين اسود عاملين اسود. ده الهتاف الحقيقي اللي انا لسه مألفه حالا. كان عندك امام عاشور يا حبيبي، انت فاهم؟ فما تشتغلش نفسك هتقعد تزن على امام عاشور لغايه ما يلف ويجي لك اهلا وسهلا، يكون خد دي بطولتين افريقيا وخدنا كام دوري، وخدنا منه فلوس في كاس العالم للانديه، وخدنا منه فلوس في كاس العالم، وهناخد منه فلوس لما يتباع ان شاء الله عادي جدا. يجي لك بقى يقعد عندك يشوف بقى هو كمان يبقى درس للي جاي، شبه ما رمضان صبحي بقى درس للي جاي، شبه ما عبد الله سعيد بقى درس للي جاي، شبه ما رضا عبد العال بقى درس للي جاي، شبه ما احمد الطيب بقى درس للي جاي، شبه كل دول ما بقوا دروس، يبقى هو درس جامد جدا. انت فاهم؟ عشان كده اللعيبه بتختار الاهلي وبتضحي فلوس، شبه محمود صالح اللي اداري المحله الزملكاوي الوحيد اللي في اداره المحله خزوقهم بعد الاهلي ما كان عارف، ومضى معاهم بدا يمضي الاهلي عقود في اي صفقه ان ما حدش يطلع قيمه الصفقه. وده صح عشان ما يجيش حد من لعيبتك يساومك بعد كده يقول لك اشمعنى ده اديته كده وده اديته كده، انه كله باصص لكله عامه في مصر دلوقتي، مش في الكوره بس، يعني الدنيا ربنا يستر على البلد. انتوا فاهمين؟ فانت بتضغط عشان انت متوقع ان هو عايز يسيبه ويجي لك زي ما عملت مع تركي الشيخ. تركي الشيخ ما فيش كفيل ركبني يا خطيب بعد كده، ده احنا استقبلناك ولما سابكم عفيفي احنا استقبلناك استقبال الفاتحين، ليه تسيبنا ليه؟ يمكن عشان اهلاوي، انت ما عندكش مشكله ان حد اهلاوي يدعمك عادي، ما عندكش مشكله ان حسام وابراهيم هم اللي يقوموك، انت فاهم؟ سبحانك يا رب. فطبعا يعني هم مسليين يا جماعه والله. تخيل لو هم مش موجودين في حياتنا، ما كنتش هطلع هعمل الفيديو ده، كنت هقول الاهلي هيلاعب برشلونه تخ. فوالنبي ما تشجعنيش بقى، فمش ناقصه بيض. مش انت الاهلي ومسنود وبتوفر له، ما توفرليش انت، ما انت لما تتفرج يا ابني بتجيب مشاهدات ليا، ما تبقاش عبيط، ما تخشش على صفحه الاهلي وتقعد تعلق على القرارات اللي بتطلع هناك. انت اتحداك تلاقي اهلاوي عامل فولو لصفحات الزمالك، ما تبقاش متخلف، انسى الاهلي شويه، انسى شويه وخليها تهدى كده وتطرى عندك. انت فاضل الدوري، فاضل له اسبوع وانت لسه مجمع لعيبتك مع القهوه، وشيكو بنزا لسه جاي بسم الله ما شاء الله، وجده عبده عامل ايه لسه جاي، وبيزيرا لسه ما جاش، شنجلي بنج النوم، بيزيرا لسه ما جاش يا حبيبي. مش بيزيرا ده اللي بتكرروا نفس اللي حصل مع زيزو، مش ممكن. يعني بص انت الاهلي السنه اللي فاتت اخطاء اداريه، لكن السنه دي وصل لحد ان احنا قلنا للخطيب بص يا باشا انتوا الاداره وفي ديمقراطيه اختاروا هتعملوا ايه. فسيد عبد الحفيظ ووسيم منصور ماشيين، ورغم ذلك الناس انتقدت سيد عبد الحفيظ ان هو جاب كاموش عفريت الغاليه اللي ما كانش بيعمل حاجه، اللي سبحان الله جاب جونين جبارين منهم جول ممكن ياخد بوشكاش لسه جايبه من كام يوم. حمزه عبد الكريم نختم بيه، بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، تحركات، لعب. طبعا من وجهه نظري صعب انك تبقى المهاجم الرئيسي لبرشلونه، اتوقع ان هانز فليك هيحتفظ بيك، مش هيطلعك اعاره، هينزلك في الماتشات زي ما بيتقال، هيلعبك من 10 15 ماتش في السيزون. لسه عندك 19 سنه، لو استمريت بالمعدل ده على سن 21 و22 هتبقى المهاجم الاساسي لبرشلونه واحسن لاعب في افريقيا.
استمر على كده بعقليتك، بتواضعك، بصلاتك، باخلاقك، بتعليمك. التعليم بيفرق، واللي بيعلم نفسه بيفرق. شوف صلاح لما المنتاليتي بتاعته اتغيرت راح لفين. اي نعم انا مش راضي عن اللي هو يعني بيلعب في فرقه فكلنا اتفرجنا عليها، والله العظيم المقاولين العرب احسن منها، المقاولين العرب احسن منها. فيا حمزه ربنا يكرمك، ربنا ينجحك. لو عجبك الفيديو ما تاكلش ابوك، يلا ما تاكلش ابوك، عيب. جيب جوان بس سيبنا نكسب. اعملوا لايك وشير، اعملوا لايكات يا جماعه عشان الفيديو يوصل لكل الناس. عايزين الفيديوهات توصل لكل الناس، واليوتيوب منصه صعبه جدا. على الفيسبوك وعلى التيك توك والحاجات التانية الدنيا ماشيه تمام، بس على اليوتيوب يعني اللايكات والكومنتات بتعمل فرق. شكرا لدعمكم. واعمل لايك وشير، وانا هغز لك الجرس. وسلام.